هذا الاخ اللي راكم تشوفوا فيه، هذا الاخ من سوريا حفظ الله بلاد المسلمين. هذا الاخ يخدم بوليسي، هو يخدم في خدمته وجابت كتاب الله ويقرا كما راكم تشوفوا باللحيه بالتقصير بسم الله ما شاء الله. لو اننا رجعنا 15 سنه لورا وحكمنا اي مواطن سوري نقولوا له راح يجي وقت وين انت تولي تقدر تروح تصلي الفجر في الجامع لا واحد ما يكتب عليك رابور ويدزوه للمخابرات. راح يجي وقت وين انت تقدر تربي لحيتك اقتداء بسنه نبيك بلا ما يجيو يخطفوك المخابرات. راح يقول لك انت مهبول، انت راك تحكي على شيء مستحيل. ما كانش مستحيل مع الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء با وصلوا ليه بالدم بالابتلاء الشديد. حاب نفهمك حاجه انه ما تيأسش ما تستسلمش. علاه تيأس وربك الله. باه يفرج الله عليك لازم تفوت على مرحله يسموها العسر، ان مع العسر يسرا. نبي الله يعقوب يقول ابن عباس غاب عنه يوسف ما بين 20 إلى 40 سنه. لو ان واحد فينا راح قطع الياس يقول لك انا ولدي توفى خلاص. ان بعد العسر يسرا هذه جات في كتاب الله باه تصبر وما تيأسش. تحسن الظن بالله، عمرك لا تقول يخلص، مادامك حيما خلص ما والو باذن الله.